مساء الخير على الجميع، ورب الكل يكون بألف خير وصحة وسعادة. فيديو جديد أتمنى من الله أن ينال رضاكم وإعجابكم. من أمس بعد انتهاء مباراة النادي الأهلي والنادي المصري بفوز النادي الأهلي 4-2 في مباراة كانت ممتعة وجيدة جدا من النادي الأهلي، وقدر النادي الاهلي يحول تاخره من في بدايه المباراه في الدقيقه 6 او في الدقيقه 7 في بدايه المباراه لفوز مستحق 4-2 مع اهدار كم كبير جدا من الفرص. بقت حاجه غريبه جدا جدا، بقينا بنوصل كتير جدا عكس ما كنا مع كولر، ولكن اهدار الفرص تشكل ظاهره غريبه جدا لفراوده النادي الاهلي. بنوصل كتير ولكن بتضيع كتير. وعايز هنا اقول لك ان من بعد انتهاء المباراة، من بعد ما المباراة انتهت، خرج علينا كل من له علاقة بالقطيع الابيض او بالقلعة البيضاء ليشكك في نزاهة مدرب النادي المصري كابتن انيس بوجلبان باعتباره كان لاعب سابق في النادي الاهلي. ولكن الكل طلع يشكك، وطبعا الفيديوهات المنتشره اللي جت بعد المباراه: يا كابتن هو انت فرحان وبتتصور مع الناس وبتاع؟ يعني انت عايز المدرب الناس اللي تيجي تتصور معاه يضربها يعني ولا يعمل فيها ايه؟ وبعدين يا ابني احنا مش بتوع تفويت، احنا مش بتوع، هم معروفين مين بتوع التفويت. حتى اسال كده كابتن اسامه نبيه، اسال كابتن عفت نصار، اسال كابتن جنش، اسال الكباتن الكبار بتوعك دول، هم يقولوا لك مين ملوك التفويت. ولكن المباراة دي شهدت تصرف غريب وعجيب من حكم المباراة كابتن أحمد الغندور، مع احترام الكامل. هو أنت لغيت هدف وسام بناء عليه؟ يعني إيه الحجة اللي كانت عندك اللي أنت تلغي هدف صحيح 100% لوسام أبو علي؟ احنا عايزين نعرف انت لغيت الهدف بداعي ايه؟ هل بداعي الاوفسايد؟ تبقى كارثه. هل بداعي ان في فاول؟ مفيش تلامس. انا عايز اعرف بس انت لغيت الهدف بناء على ايه؟ وليه الفار استدعاك في الهدف ده؟ كان الفار شغال يعني كويس تمام، طب ليه ما استدعاكش في كوره جون ايبوكا؟ يعني الفار بيشوف بعين واحده مثلا، ولا اللي قاعد في الفار ده هو عايز كده؟ يا ريت حد يطلع يقول لنا، بس يقول لنا هو لغى الهدف ليه ادام الفار شغال؟ يعني ليه لغى الهدف ليه، وليه ما استدعاش كابتن احمد الغندور يبص على كوره جون ايبوكا مع مروان عطيه؟ ده كان ممكن يبطل مروان عطيه كوره، اقسم بالله داخل يأذي. محدش يقول لي غير متعمده، لان اللاعب مكمل، يعني بعد ما داس كمل، يعني بعد ما داس على الراجل كمل، مش مثلا كده داس وغير قاصد، لا ده كمل في رجل مروان عطيه. يعني فيها تعمد اذى، وفيها تهور، فيها كل حاجه تؤدي لطرد اللاعب ده. ولكن الفار واللي كان على الفار مش شايفين الا بعين واحده، ولكن سبحان الله يا اخي، الناس اللي طلعت تشكك والناس اللي طلعت تتهم كابتن انيس بوجلبان ان هو يعني كان مسهل الامور للنادي الاهلي وفتح الماتش قدام النادي الاهلي، دي خطه مدرب، انت مالك بيها؟ يفتح الماتش ولا يقفل الماتش؟ انت هتشتغل مدير فني بداله؟ هو اللي بيتحاسب. والراجل عمل جيم كويس جدا، ده في اول 8 دقايق فرصتين اتنين، واحده قائم والتانيه جون. غير في طبعا فرص كانت للنادي المصري برضو، اضاع فرص، ولكن النادي الاهلي كان كان شرس. النادي الاهلي كان عايز يخلص، ولكن مع ان الحكم كان له راي اخر، ولكن النادي الاهلي ما التفتش للكلام ده، ولا بص قال لك بص على الحكم، ولا حد طلع اتكلم وقال لك الحكم ظلمنا. عادي بتحصل اخطاء تحكيم وارده، مع انها اخطاء فجه، ولو حصلت للطرف الثاني كانت القيامه قامت. ممكن كانوا انسحبوا، والله ما كانوا استنوا اساسا يكملوا الدوري، كانوا انسحبوا. لو كده، لو الكره دي كره جين اوبوكا دي كانت لنادي الزمالك، ولا الجون اللي اتلغى، كانت يا نهار صياح ليوم الدين، ما كناش هنخلص من الصياح السنه دي. ولكن مش ده النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي بتاع تفويض. احنا عارفين كويس مين بتوع التفويض ومين اساتذه التفويض، ودول معروفين. يعني تقدر تجيبهم كده ترصهم جنب بعض، هيرسموا من فاروق جعفر لاسامه نبيل عفت نصار لبتاع المحله لمش عارف مين، كلهم معروفين لكابتن جنش طبعا، كل دول معروفين. ولكن سبحان الله، قبل شويه انتهت مباراه نادي الزمالك مع مباراه نادي سيراميكا كليوباترا، تمام؟ حلو.
انتهت 2-2. انتهت 2-2. شفنا خطأ غريب من حارس مرمى نادي سيراميكا كليوباترا الكابتن محمد بسام. الكابتن محمد بسام خطأ بيحصل عادي جدا، خطأ وارد. أليسون بيكر كان بيعمل أفظع من كده عادي، مفيش مشكلة خالص. ما طلعناش بقى اتهمنا الراجل في ذمته وان هو كده وان هو كده. الجون التاني بتاع نادي الزمالك في شك كبير ان هو فاول على سيف الجزيري. ما طلعناش بقى قلنا ممكن نرول ممكن نسيف شويه وبتاع، بس ما نتهمش الناس في ذمامها. عمرنا ما نتهم الناس في ذمامها علشان كوره. ولكن انتوا عندكم الخطأ لا مؤامره والحق ومش عارف ايه. ايه يا جماعه، استهدوا بالله شويه، استهدوا بالله شويه. دي كوره في النهايه، انت بره المنافسه. حتى مش من قبل ماتش النهارده، انت بره المنافسه. انت بره المنافسه يا راجل. ده انت كل اعلاميكم دلوقتي بيناشدوا علشان تفوتوا الماتش البيراميدز، عشان بس مجرد النادي الاهلي ما ياخدش الدوري. ان النادي الاهلي ما ياخدش الدوري. انتوا بتناشدوا ادارتكم ان هي تفوت الماتش، واعلاميين موجودين وتويتاتهم موجوده وكل حاجه وكل حاجه. ده غير طبعا ان انتوا بتضربوا ببعض وكل واحد طالع ينشر غسيله الوسخ للتاني. ودي حاجه احنا بنبقى سعداء بيها جدا جدا جدا، لان لما نقول لكم ان هي من جواكم من عندكم انتوا، تطلعوا تقولوا مؤامرات النادي الاهلي نادي الدوله، اصل مش عارف ايه، اصل مش عارف ايه، بيجيب فلوسه منين، وايه اللي بيعمله ده، ومفيش نزاهه، مفيش عداله. لا بالعكس، الاهلي لما بيتظلم تحكيميا عمرنا ما بنطلع نشكك في ذمه حكام ولا نقول اي حاجه. خلاص بنطلع بيان ان الحكم ده اخطا وايه اخطائه 1 2 3، ورجاء عالجوا الموضوع. ما بنشككش في ذمه الناس ولا في نزاهه الناس ولا في ضمير. النهارده كابتن محمد بسام، هل هو قصد يخطأ؟ هل هو قصد يدي ناصر منسي يجيب جول؟ لا طبعا. مهما يكن ذمه الشخص او نزاهه الشخص دي حاجه شخصيه، دي نيات ما نقدرش نتكلم فيها. ولكن انا ما اقدرش اقول لك ان الكابتن محمد بسام كان قاصد يدي الكره لناصر منسي يجيب جول. عادي طبيعي طبيعي، حب يعمل سرعه ويحطها على اليمين للمدافع بتاعه، قلشت او قطعها ناصر منسي جاب جول. الجون الثاني فاول واضحه، مش محتاجه ان احنا نتكلم فيها، واضحه. ولكن خلاص المباراه وانتهت، مفيش مشكله. لا شككنا في ذمه ولا قلنا الكابتن محمد الحنفي قابض ولا مرتشي ولا خد شيك ولا مش عارف الكلام اللي انتوا بتطلعوا تقولوه وتبرروا بيه مواقفكم الفاشله. فشلكم كله لازم تعلقوا له شماعه، ودي مشكلتكم من اول ما تاسستوا. دي مشكلتكم ان انتوا لازم تعلقوا فشلكم على شماعه. ما ينفعش كده. تبقى انت وحش، تبقى انت مش في يومك، تبقى اللعيبه مش في يومها، يبقى في باد لك النهارده ليك. لا، لازم مؤامره. لازم اطلع باي حاجه، لازم اطلع يا اما حكم، يا اما مش عارف انت وقفت جمهور عشان شتم مين وما وقفتش الجمهور التاني، يا اما مكايدات، يا اما ليه يا عم؟ ما تشوف اخطائك يا عم. انت بره المنافسه وانت عارف ان انت بره المنافسه. ده الكابتن بتاعك طالع يقول لك عايزين القرار نعرفه قبل يوم 13. عارف الفضيحه ايه؟ ان هو عايز يعرفه قبل 13 ليه؟ عشان عارف يعرف يفوت لي بيراميدز ولا لا. والنهارده ادام طلع بره المنافسه، اعرف ان ده مش ده النادي اللي تعتمد عليه ان هو يعطلك بيراميدز يا جماعه. يعني مش الزمالك هو اللي تعتمد عليه ان يعطلك بيراميدز خالص بالمستوى ده. لا، ده غزل المحله فايق عن الزمالك. والله غزل المحله بيلعب كوره عن الزمالك. النهارده سيراميكا استحواذ. شو حد يجيب احصائيات الماتش كده، شوف استحواذ سيراميكا وشوف فرص الزمالك وفرص سيراميكا. فرص الزمالك هوب سقط عبد الله السعيد لب ويرفع في منطقه الجزاء. هات لي كوره اتبنت من اللعبه، كوره اتبنت من اللعبه. بعكس سيراميكا راح بست 7 كور كلهم اهداف محققه او فرص شبه محققه، عشان ما يزعلوش مننا. فبلاش نظريه المؤامره في كل حاجه، وبلاش تشككوا في ذمم ونيات الناس. انتوا ما تعرفوش ايه اللي في نوايا الناس. خليكوا في مشكلتكم وفضايحكم وبلاويكم ومؤامراتكم اللي بتعملوها على بعض. طبعا احنا شفناها، محدش قال لنا عليها. ده هم بيطلعوا يتكلموا ويردوا على بعض. ده طلع بيقول لك انا لو حابب اتكلم على الفلاني هطلع اتكلم عنه، بس انا دلوقتي مش يعني انتوا بتنشروا غسيلكم الوسخ على الملأ. انتوا اللي بتنشروه، محدش تاني بيقول لكم انشروا. انتوا اللي بتنشروه، وتيجي تجيب الغلط على يا اما مؤامره، يا اما نادي الدوله، يا اما الاهلي الدوله كلها واقفه معاه، يا اما التحكيم واقف معاه، يا اما. يا اخي خلي عندكم دم، خلي عندكم دم، وفكروا بعقولكم، ما تفكروش بحتت تانيه. ما تبقوش زي بيمشي ورا صاحبه يعني. خلاص. وما تصدقوش كابتن ميدو بصراحه انا مؤيد لاستمرار كابتن ميدو نادي الزمالك. ده حاجه كده ما ينفعش تمشي. سلام عليكم.